ازيكم عاملين ايه؟ معلش اني طولت عليكم في الجزء التاني من الملخص بتاع المسلسل لانه طويل ومتعب قوي بصراحة وما كنتش هعمله، بس لما لقيتكم حبيتوا الجزء الاول وطلبتوا الباقي قررت اعمله. هنكمل مع بعض المشهد بتاع حمات نادرة لما شافتها بتقرا في كتاب، ولانها ست بتخاف من الاعمال والقراية فكرتها بتعمل عمل لابنها ونادت عليه تشتكيله، فقام مقطع الكتاب اللي كانت محتفظة بيه نادرة من يوسف. أما هنا علي بحر وصحابه بيشتغلوا في كتابة مسرحية نادرة الوجود، ودخل عليهم صاحب المسرح هو وأصداف عشان يشوف وصلوا لإيه في شغلهم، وبدأ يغني الأغنية القمر دي. رزق العيال ومتمان. وبنيجي بعد 10 سنين وكان جوني منصور بيكتب الأحداث المهمة اللي حصلت فيهم، وهي موت سيد درويش والقبض على ريا وسكينة. فطلب منه الشيخ زهار يكتب عن إن علي وأصداف والبساطي بقوا نجوم على المسرح، ولما جت سيرة أصداف طلب جوني منصور يروح يشوفها لأنها وحشته جدا، وحضروا العرض بتاعهم العسل ده اللي بالنسبة للشيخ زهار هلسة طبعا، وشابوه على مجهود القائمين على المسلسل. ليوسف بعد ما طلق الأولى من غير ما يخلف منها بتتكلم مع خديجة هانم وبتعرفها إنها سمعت إن طليقة يوسف اتجوزت تاني وخلفت، يعني بتنبط إن يوسف مش بيخلف. وخديجة هانم حاولت تلم الموضوع وتخليها تصبر وفهمتها انه مجرد تأخير عادي، وراحت تتكلم مع ابنها تطلب منه يقعد اكتر مع مراته، وهو كان حزين ومكسور عشان عارف كويس انه ما بيخلفش، وعرفته انها لو ما حملتش في خلال شهر هيتطلقوا ويتجوز غيرها. وطلع يتكلم مع مراته وهو متلخبط وصرحها بكل حاجة جواه من ناحية جوازهم وعدم قدرته على الخلفة، وحتى الكلام اللي دار ما بينه وبين امه، وقال لها انه عاوز يديها حرية القرار لو هي عاوزة تكمل معاه او لا من غير اي ضغط من امه. وبعدين بنيجي ليوسف في الوقت الحاضر وهو بيقدم لسلمى هدية كانت ورثه من خديجة هانم، وسلمى طبعا اتبسطت بيها جدا. وكان اكرم في نفس الوقت ده راح يرجع فلوس الراجل اللي كان رشاه عشان ياخد القصر لنفسه، ومرضاش يخون اخوه مهما كان محتاج للفلوس. جدع يا اكرم. وراح الراجل ده اتكلم مع ابو سلمى وكلمه بلغة تهديد، وظهر انه متضايق لانه اصله اسكندراني ومن عيلة البساطي وما كانش عاوز حد غيره ياخد القصر، لكن ابو سلمى صمم على موقفه وما هموش تهديداته، بس راح ليوسف كمان يهدده. والظاهر في سر تاني احمد البساطي يعرفه عن يوسف ولسه ما طلعش. وهنا ابو سلمى قال لبنته خلي يوسف يجي يطلبك مني رسمي، وراحت سلمى ليوسف عشان توصل رسالة أبوها وتودعه وترجع للقاهرة، بس كالعادة ثبتها بكلمتين حلوين فطلبت منه يكمل لها شوية باقي الحكاية. فبنرجع لزمان والبساطي والشيخ زهار بيتخانقوا كالعادة على كلمات الأغاني بتاعت البساطي، فدخلت عليهم أصداف اللي بقى اسمها صوفيا بعد الشهرة وبلغته إن في حد مهم هيحضر مسرحيتهم الليلة ديت وهو إحسان باشا. ولما بدأت المسرحية إحسان باشا كان مهتم بيها جدا وكلم عليها حد، ومن بعد المسرحية اختفت وحس البساطي بس محدش تاني اهتم هي فين. أما بقى في القرية اللي عايشة فيها نادرة كانوا الدكاترة بيوزعوا ورق على البيوت يحذروا من مرض منتشر، بس محدش اهتم لأن معظمهم ما بيعرفش يقروا، وبسبب انهم ما اتبعوش التعليمات اللي في الورق المرض انتشر بسرعة وبقى فيه حالات وفاة كتيرة والقرية اتقلب حالها. فطلعت نادرة هي وبناتها وجرت على بيت أبوها من الخوف وصوت الصريخ اللي مالي البلد، وأبوها طلع يساعد الناس يطلعوا الجثث الكتير اللي محدش لحق يطلعها. ونادرة خافت على بناتها ومرضيتش تدخل حد عليهم البيت حتى حماتها عشان عارفة إنها تعدت وهتعدي البنات. وفي المنظر الصعب ده اتفاجئ هلاوي إن أمه ماتت لوحدها ومحدش موجود يساعده، وحتى مراته مرضيتش تفتح له الباب وقاعد يبكي إنها هتسيبه لوحده وهي مصممة ما تفتحلوش. وبعد ما أبو نادرة خلص نقل الجثث وجاي يرجع للقرية لبنته وبناتها منعوه لأن في حظر وممنوع حد يدخل أو يخرج. وراح البساطي وعلي وفرح يبلغوا عن اختفاء صوفيا كام يوم وعاوزين يلاقوها، فمن غير أي مقدمات الضابط حجزهم. وبعدين بنلاقي إنهم وزعوا أطباء لصعيد مصر بما فيهم يوسف، وسبحان الله يوسف راح لنفس القرية بتاعت نادرة، ولما وصلوا كانت القرية كلها ماتت ومحدش نجا تقريبا
تقريبا إلا نادرة وبناتها، ودي كانت مفاجأة بالنسبة ليوسف وباقي الدكاترة، وده بسبب إنها كانت فاهمة اللي اتكتب في الورق والتعليمات بتاعتهم، بس كانوا تعبوا من قلة الأكل والشرب ويادوب عايشين بالعافية، وعرفت تعزل نفسها هي وبناتها. بس طبعا يوسف كان كل تفكيره إن قلبه لسه عند نادرة، ومبسوط إنه أخيرا شافها، وحتى عرض عليها الجواز وقالت له يا ريت، بس لا ما ينفعش، حاجات كتير اتغيرت، وعرفته إنها لسه محتفظة بكتاب مجدولين، وبرغم إنه اتقطع لزقته تاني وبتقرا فيه كل ليلة، وسألته عن أحواله وعرفت إنه اتجوز مرتين وما خلفش، وقال لها إنه نفسه يعمل لها أي حاجة تساعدها. فقالت له إني هطلب منك 3 حاجات، إني أعلم بناتي أحسن تعليم، وأخلف ولد أسميه على اسمك. وبيانو تعلم عليه بناتها وهو وافق طبعا. وبيطلع البساطي وعلي وفرح بعد شهر من الحجز وندمانين إنهم حاولوا يدوروا على أصداف، وهيشوفوا حالهم وينسوا الموضوع ده. أتاري أصداف مخطوفة من الباشا إحسان ومقعدها في بيت لوحدها من غير ما يتجوزها، ولما طلبت منه يتجوزها رفض لأنه متجوز، وإنها تمشي تحت أمره وبس وما تطلبش حاجة تانية. وراح يوسف يزور علي بحر واتبسط بشوفته جدا، وعرفه أخبار نادرة إنها عاشت ونجت من الموت بسبب إنها بتعرف تقرأ. بس يوسف اتفاجئ من اهتمام علي بيها، فعرفه إنه حاول يطلبها من أبوها للجواز زمان واترفض، وسأله إنه لسه بيحبها، فقال له لو في باقي في العمر يوم يتمنى يكون ليها. فقال يوسف طب كويس إنك ما كرهتنيش. وبحر قال له لا ما ينفعش طبعا، وإن كل اللي تحبه نادرة هو كمان يحبه. إنما بقى يوسف وفى كلامه لنادرة وبعت لها البيانو على القرية بتاعتها. وبعدها فترة مش كبيرة راح يوسف لبيت أهل مراته وتمم الطلاق، واعتذر لهم بعد ما وضح لهم السبب إنه ما بيخلفش، وبرضه عشان يرضي أمه كالعادة وافق يتجوز التالتة، مع إنه طبعا مش عاوز بس نفسه ما يزعلهاش. وبعد كده بنروح لعلي بحر اللي كان لسه مشغول بنادرة، وقرر يسافر لها الصعيد ويطلبها تاني من أبوها، بس أبوها قال القول قول نادرة، ورفضت طبعا تتجوزه لأنها مستحيل تتجوز بإرادتها حد تاني. أما بالنسبة لأصداف وهي بتتكلم مع إحسان باشا وحسسته إنها عاوزة تخلف لأنها بتكبر وزهقت من العيشة بالشكل ده، فقال لها لو زهقتي اتفضلي امشي وما شوفكيش تاني. ونرجع للوقت الحاضر، وأحمد البساطي بيحاول يرشي واحد يجيب له ورقة معينة من مجلد التراث، وبالفعل الراجل لقى الورق، بس بلغ البساطي إنه ما لقاهوش لأنها خطة مع أبو سلمى إنه عاوز الورق ده يختفي خالص. ووصل يوسف وعيلته لبيت سلمى عشان يخطبوها، وبعد ما سلموا على بعض العيلتين طلب أبو سلمى يقعد مع يوسف لوحدهم، وطلب منه يكتب القصر باسم سلمى لو هو فعلا بيحبها، فقال له إنه مش بإيده وإن القصر عدى عليه 100 سنة وده متسجل في مجلد التراث، ورفع قضية بالفعل عشان القصر ما يتهدش والدولة تحميه وتعتبره من الآثار. فقال له إن المحاميين هيثبتوا إن القصر ما عندش عيل. القصر لقوا في حاجة بتولع، وبسرعة بقوا يجروا يحاولوا يطفوا النار، وقدروا يطفوا النار قبل ما تحصل حاجة كبيرة. بس يوسف حس بندم لأنه ساب القصر وحتى ما حسش بفرحة خطوبته لأن أبوها ضغط عليه طبعا، وشكر الشخص اللي ساعدهم واللي طلع اسمه جمال منصور. أيوة زي ما جه في دماغكوا كده، هو اللي من عيلة جوني منصور الخواجة. واتفاجئ يوسف بيه وقال له هنتقابل تاني ونحكي كتير. وأحمد البساطي اللي هو أصلا السبب في الحريقة اتصل بيوسف عشان يضغط عليه ويبيع له القصر بدل ما يحرق له باقي القصر قدام عينيه. وبيبان بعد كده إن جمال منصور بيتقابل مع واحد اسمه حسن وهو من عيلة الشيخ زهار، بس مش باين عليه التدين زي جمال خالص. وحسن بيطلب منه يبطل يلبس اللبس ده ويحلق دقنه ويبقى شبه الناس عشان محدش يعرفهم. وواضح من كلام حسن إنه كمان بيعمل حاجات كتير حرام، وبيشد جمال لجماعته وبيقنعه إن ده الصح. ونرجع للماضي لما مرات إحسان باشا وبناتها عرفوا بوجود أصداف وراحوا لها البيت اللي هو مقعدها فيه، وأول ما شافتهم أصداف لمت كل الذهب اللي كان جابه لها قبل ما يدخلوا وحطته في كيس الفاكهة. لا جدع يا أصداف بتفكري، وطبعا كانت عارفة إنها تطرد، فخدت الكيس من غير ما حد يفهم ومشيت. وبعدين راحت لإحسان باشا تشتكيله وقال لها مش مهم، عندهم حق وأنا حذرتك قبل كده. فعرفته إنها حامل منه، فقال لها يا تدخلي السجن باقي عمرك يا ترجعي المسرح. فقالت له هرجع المسرح ومش هتشوف ابنك أبدا. ورجعت أصداف على المسرح واتفاجئوا بيها وسألتهم لقوا غيرها ولا لأ، فرد عليها البساطي إن مفيش زي أصداف، فقالت له إنها تشتغل معهم تاني. ودخلت أوضتها وانهارت من كل اللي حصل فيها على قد ما كانت بتحاول تكون قوية.
وراحت لعلي اللي عاملها بجفا، وهي كانت محتاجة حبه في الوقت ده. ولما سألها كنت فين مرضيتش تحكيله اللي حصل لها، وقالت له المهم اني معاك دلوقت، وسألته ان كانت هتبقى معاه في المسرحية الجاية، بس برضه رفض. وسمعهم البساطي ودخل عليهم، بس علي ما كانش طايق حد وبالأخص أصداف، فاتخانقوا طردهم. ولما طلعوا حكت للبساطي انها حامل، وطلبت منه يتجوزها ويتشاركوا سوا ويشتروا مسرح بالذهب اللي معاها ويكتب الولد باسمه، بس هو عارف انها ما بتحبوش، فسألها ازاي في الاخر هتتجوزيني انا؟ فقالت له لو مش موافق هشوف حد غيرك، فعرفها انه موافق. نيجي بقى للوقت الحاضر اللي ابو سلمى عين حراس على القصر بعد ما سمع بخبر الحريقة اللي قامت، واتضايق يوسف من تصرفات ابو سلمى لانه حسسه ان القصر مش بتاعه، وبيعترف في مذكراته ان جواه جزء بدأ يطمع ويسكت عشان عاوز القصر وسلمى. وبنرجع للماضي لما تم كتب الكتاب بين أصداف والبساطي، وسلمته بعدها على طول الذهب عشان يبيعه ويشتري المسرح. ولما حاول يتكلم معاها حلو وضحت له ان اللي بينهم جواز اتفاق وبس. وفي يوم تاني زارها إحسان باشا عشان يحاول يصلح اللي بينهم، وهي طبعا قلبت وشها عليه وفرسته انها تبقى حامل في ولد اللي معرفش يخلفه ومش هتخليه يطوله. واول ما كان هيتهجم عليها فضحته في المكان وزعقت، فقام هارب وسابها. وبعدين بنشوف الزهار وعلي وهم قاعدين مع بعض، وكانوا وحشين بعض قوي لانهم ما تقابلوش من مدة كبيرة، وكل واحد كان بيحكي عن اخباره للتاني. فالزهار حكاله انه انضم الجماعة وانه عاوز ينضم معاه فيها، بس علي ما كانش مقتنع وحاول هو يقنعه بطريقته وان الحرية هي الاهم. وخلصوا وودعوا بعض. وعلي بعد ما انفصل عن البساطي واصداف قرر تاني يشتغل ويعمل مسرحية مع الواد فرح، وتكون عن السياسة، عن قصة هارون الرشيد والوزير جعفر. بس فرح خاف يتسجنوا، بس اقنعوا انها تكون مسرحية دمها خفيف لكن بطريقتهم وتبقى فيها رسالة. وقال له طب ازاي هنلاقي اللي نأجر منه المسرح؟ فبكل ثقة رد عليه ان طالما عندهم الفكرة اكيد هيلاقوا صاحب المسرح اللي يجري وراهم. بس فعلا عرضوا الفكرة على المعلم فخري صاحب المسرح ووافق بيها. وبعدها ما فيش راح يوسف لعلي يزوره، وكان بيكتب اول مسرحية ليه وحكاله عنها انها شغلاله باله. وبعدين جات له فكرة ان يوسف يمثل دور هارون الرشيد، وحاول يقنعه ويوسف وافق يجرب عشان ما يزعلش صاحبه. ولما وقف علي على المسرح اتوتر وحس انه مش في مكانه وتعرض لإهانة وزعق فيهم ومشي. وبنيجي للوقت الحاضر اثناء الحكم في قضية قصر يوسف. المحامي حاول يثبت ان القصر فعلا ما كملش 100 سنة، والقاضي قال يراجعوا الاوراق المطلوبة وبعدين يستأنفوا القضية. وراح يوسف يكلم المحامي بعد المحكمة ولقى انهم مظبطين كل حاجة هو وابو سلمى عشان يوسف ياخد القصر بأي شكل. وبعدين سافرت سلمى ليوسف عشان تطمن عليه لانه كان وحشها جدا، وقالت له يخرجها شوية ويحكي لها باقي القصة. فبنرجع للبساطي وهو بيتكلم مع أصداف على علي وبيعرفها انه شكله اتشهر ومسرحه بقى مسمع، وبدأ يلمح على مشاعرها ناحيته وإنها لسه بتفكر فيه. فاتعصبت عليه وقالت له كل اللي بينهم شراكة وبس، وطلبت منه ما يجيبش ابنها المسرح تاني. فقال لها إلا سمير لأنه بيحبه وروحه فيه. بس لما حست إنه بيتكلم على علي تاني وبيغير عليها فسابته وسابت شغلها في المسرح ومشت. أما هنا خديجة بقت محتارة تعمل إيه، وبتسمع من الخدامة بامبا كل شوية حلول للحمل عشان ابنها. وبنرجع للبساطي وهو بيتكلم مع أصداف، بيتكلموا بعد آخر خلاف بينهم، وجالهم إحسان باشا وطلب يتكلموا لوحدهم من غير البساطي، وما عجبوش الكلام. بس أصداف قالت له ياخد الولد ويدخلوا جوه، وإحسان حرفيا كان بيتحايل عليها وهيموت ويعرف ابنه ولا لأ، وبرضه ما ريحتوش، وصممت تقول إنه ابن وديع البساطي لأن هو اللي حماها وكتبه باسمه. وطلع وديع أول ما بدأ يهدد أصداف وقال له لو هتحبسني ما يهمنيش، ده ابني اللي طلعت بيه من الدنيا ومحدش هياخده مني. وفي الوقت ده استجدعته أصداف وبدأت تغير تعاملها معاه للأحسن. بس برضه البساطي غار من نجاح علي بحر وراح يبلغ ان المسرحيات اللي بيعملها بتهين الملك فاروق، وراح البوليس وخدهم فعلا. اما في الحاضر بيكون يوسف بيفسح سلمى وبيحكي لها عن حاجات كتير في التاريخ وبيهزروا مع بعض. وبعدين سألته هيعملوا ايه في حياتهم، ناوي يشتغل مدرس تاريخ ولا يشتغل عند حماه. وفي كل الاحوال ما عندهاش مشكلة بس يحكي لها. وهو بدأ يحكي لها حاجات كتيرة عن نفسه وقعدت تسمعه بكل حب كالعادة. وقع في غرامه قوي، باينة قوي سلمى دي. اما بقى حسن اللي من عيلة
عائلة الزهار كان بيحاول يقنع جمال منصور إنهم بيحرروا العالم حتى لو استخدموا طرق عنف عشان يثبتوا قضيتهم، وجمال ما كانش مقتنع، بس حسن بيكسب الحوار بطريقته عشان جمال يصدق. ونرجع لسلمى ويوسف وهي بتسأله عن طموحه، وكان مكسوف شوية يحكي لها، بس بدأ يحكي لها وعرفها إن نفسه القصر يبقى مجمع فنون الأطفال يتعلموا فيه مزيكا ومسرح وغنى وكتابة، ويساعدهم في أحلامهم ويكبروا ويبقوا أحسن من فنانين زمان، وهو يكون يدوب مدرس ليهم بيشاور لهم على أحلامهم. وبدأ حتى يحكي لها إنه بيحس إنه جزء منه شبه خديجة هانم وفخامة القصر، وجزء تاني شبه نادرة والصعيد القديم لمصر. وبنرجع للماضي ويوسف راح لعلي عشان كان مخنوق، وهما الاتنين كان باين عليهم الحزن أساسا، ويوسف بيحكي همه إنه طول عمره مش حر، والتاني لأنه أول مرة يحس إنه مش حر وحاسس إنه بكده مات، بس همهم المشترك هو نادرة. رجع يوسف على البيت وهو حاسس بعدم رضا عن حياته، وإنه فعلا مش عارف يبقى حر في أي قرار كان نفسه يعمله، ومعرفش بسبب أمه، وكان كلامه عبارة عن عتاب ليها، وزعلت لأنه أول مرة يتكلم معاها كده، وقعد يطلع كل الوجع اللي جواه بكل صراحة. بس في اللحظة دي قرر يواجه مراته التالتة بكل اللي ما كانش قادر يقوله قبل كده، وإنه هياخد قرار لأول مرة في حياته، وإنه هيطلقها، لأن ما كانش حتى بيطلق اللي قبلها بقرار منه. أما من الطرف التاني نادرة بتكون بتكتب خطاب ليوسف برغم إنها بتوصل في شهور، بس في اللحظة دي دخل عليها جوزها اللي كانوا فاكرين إنه مات مع باقي الناس في القرية، بس رجع وهو غضبان لأن نادرة اتخلت عنه وعن أمه وقعد يضرب فيها. نسيبنا بقى من النكد ده شوية، عندنا خبر حلو. لما جوني منصور حضر عرض الأصداف وعجبته واحدة من البنات وقال لأصدافه كان عاوز يتجوزها، فجابتها له على طول وعرض عليها الجواز في نفس الثانية، ما بيضيعش وقت جوني ده. المهم أصداف قالت له صحيح ده لازم تسلم عشان تتجوزها، فبرضه وافق يسلم واتجوز جوني، وكان مبسوط بجد برغم إنه كبر وعدى 50 سنة وحاسس إن الدنيا مش سايعاه. وهنا البساطي راح يحاول يصالح علي وإنهم ينسوا اللي فات لأنه محتاج له، بس علي شايل لأنه اتجوز أصداف من وراه وفتح مسرح لوحده. ولما كان علي بدأ يسامحه قام اعترف بكل الحقيقة إنه هو اللي بلغ عنه وسجنه وعاوز يسامحه، وكان طبعا هيجيب لصاحبه النقطة يا عيني، بس في الآخر سامحه لأنه كان لازق فيه. وبعدين جالهم يوسف وقال لهم إنه قرر يكتب لهم المسرحية الجديدة وهتبقى عن الحرية، عن واحد قاعد طول عمره يقول حاضر وقرر في الآخر يقول لأ. فالبساطي قال له نسمي المسرحية طز، بس ما عجبش يوسف لأنه على رأيه إنها كلمة سوقية وكده يعني، بس أقنعه علي إن ده اللي بيشد الناس. وبنيجي لنادرة بعد ما رجع لها جوزها، حاول أبوها ياخدها هي وبناتها لأن هلاوي ضربها، بس برضو مرضاش تروح لأبوها وخلاها عنده بالغصب، وهدد أبوها وخلاه يمشي، وبعدين باعلها البيانو كمان ومعرفتش تمنعه خالص. وبنرجع للقصر لما خديجة هانم قرأت المسرحية اللي بيكتبها يوسف وفهمت إنه دور السجان القاسي في المسرحية اللي بيحبس حريته المقصود بها هي، فحست بوجع من ابنها وعاتبته ومشيت. وبنيجي للوقت الحاضر وحسن بيكلم جمال وبيقوله يركز مع يوسف لأنهم محتاجين القصر في المهمة بتاعتهم، بس الموضوع فيه غموض وما نعرفش حسن بيخطط لإيه. أما بالنسبة لسلمى لما راحت على شغلها بدأ يتخانق معاها واحد زميلها دايما كان بيركز معاها وبيكرهها، وقعد يقول إنهم بيستغلوا نفوذهم عشان ياخدوا القصر ويزيدوا غنى فوق غناهم. بس سلمى حست إن في حاجة غلط برضو في الموضوع لأنها ما كانتش متابعة القضية وصلت لإيه، وما تعرفش إن القصر حاليا بيرجع ليوسف. فكلمت يوسف وحست إن يوسف بيغير كلامه وما كانش ده الحلم اللي كان بيحلمه، ولما ما عرفتش تفهم منه حاجة حست إنه أبوها السبب، وبرضه لما اتكلمت معاه ما وصلتش منه الحاجة، فراحت ليوسف عشان تتكلم معاه وش الوش وتتأكد منه، بس برضه كذب عليها وخبى عليها الحقيقة وحاول يطمنها بالكذب. أما بقى محاولات أحمد البساطي إنه يشتري القصر من يوسف مهما كان السعر استمرت، وما كانش بييأس لأن عنده دقة نقص بسبب إن جده البساطي كان مش من أصل بشوات. وبنشوف جمال منصور لما راح يزور يوسف وبيحاول يتقرب منه وقعد يحكيله إنه محتفظ بالمخطوط القديم بتاع جده جوني، وطبعا يوسف طلب يشوف المخطوط لأنه بيعشق التاريخ. لكن في الناحية التانية كان أبو سلمى بيقوم بالواجب وبيغير كل كتب ونسخ التاريخ
التاريخ اللي بتتكلم عن تاريخ قصر نوار باشا من قريب ومن بعيد عشان يغير إثبات إنه اتبنى من 100 سنة. وبتتصل سلمى بيوسف عشان وحشها حكاياته وخلته يكمل لها، فبنرجع للماضي ويوسف بيحاول يصالح خديجة هانم ويفهمها إنه أخيرا حاسس إنه بقى حر من غير حد غريب معاهم في البيت، وأخدها يحكي لها على محاولاته في التمثيل اللي فشلت عشان يضحكها. أما بقى نادرة اللي ما شافتش الراحة مع هلاوي اللي عرف كمان من راجل غريب إن اللي جاب لها البيانو واحد دكتور، فدخل ضرب فيها هي وبنتها، والخبر وصل لأبو نادرة فراح ياخد بنته وعيالها. فهلاوي قال له لو خدتها تبقى طالق، وأبوها أصلا عاوز يطلقها منه فأخدها ومشي. أما هلاوي من عصبيته لأنه معرفش يعمل لها حاجة لا هي ولا أبوها ضرب الطور، فالطور نطح ومات. ما كنت مت يا هلاوي من الأول، إيه اللي رجعك؟ وفي يوم كان يوسف بيتمشى في الجنينة وطلع يرتاح، فأمه شافته دايخ وتعبان، فلما راحت له تطمن عليه وقع من طوله، وجابوله دكتور في البيت وعرفوا إنه لازم يروح المستشفى ويكملوا كشف هناك لأن الكبد بتاعه شكله منتفخ. بس هو حاول يطمن أمه إنه مفيهوش حاجة. ونروح للبساطي لما حس إن أصداف بينها وبين فرح حاجة، ولما سألها ما جاوبتوش وطلبت الطلاق، لكن خافلة تبعد سمير ابنها عنه لأنه بيعتبر سمير ابنه، فقالت له إنه ما يخافش وإنهم هيفضلوا صحاب، وإنه سمير هيفضل طول عمره ابنه وحبيبه. وبنرجع للقصر وخديجة هانم عرفت إن بامبا الخدامة مريضة جدا ونزلت عشان تشوفها، وبامبا كانت قريبة جدا من خديجة هانم فقعدت توصيها على عيالها إنهم يفضلوا في خدمتها، ووصتها حتى على يوسف وإنها حزنت وتعبت أكتر لما عرفت إنه تعبان، ووصتها إنها تعمله اللي يفرحه مهما كان إيه. وبعدها ماتت بامبا. وفي الناحية التانية أبو نادرة بعد فترة من وفاة جوزها قال لها إن في واحد طلب إيد بنتها سنيورة وإنه ولد كويس، بس عرفته إنه لازم يكون بيعرف يقرأ ويكتب ويجيب لها بيت لوحدها. فقال لها طلعتي حما صعبة يا نادرة. وبعدها كانت مكسوفة تعرفه، بس عرفته إنها حامل من جوزها. وبنروح للوقت الحاضر ويوسف معزوم عند سلمى في بيتها، وأم سلمى مسكته أسئلة عن شغله وهيعيش بنتها فين لو مفيش قصر، وعرف يرد على كل أسئلتها لكن برضه ما عجبهاش كلامه ومشيت. وفي الماضي بتروح خديجة هانم تاخد يوسف من المستشفى اللي كان باين عليه التعب الشديد، ولما سألته خديجة هانم ما وضحلهاش اللي عنده بس عرفها إنه ملوش علاج، فسألته نفسه في ايه وهي هتعملهوله، فقال لها انه نفسه يرجع من السفر تاني ويشوف الفرحة في عينيها ويشوف نادرة وهي بتعزف على البيانو. وهنقف لحد هنا يا شباب، وعرفوني حاسين خديجة هانم ممكن تعمل ايه مع يوسف، ويا ريت يا ريت يا ريت تشجعوني اكمل الجزء الثالث والاخير من الملخص لانه بجد متعب جدا. بس ما تنسوش طبعا، يعني مش محتاجة اقول لكم ان انتوا تشتركوا في القناة. ويلا مع السلامة.